لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة رايحين انا وحمزة، رايحين نسلم على الناس. ازيكم عاملين ايه؟ رايحين نتفسح كده مع بعض، فسحة ظريفة يعني هنروح نشوف الفي ار. زي ما قال لكم كده، في مكان جديد حلو في الميريلاند، وفي بقى لعب للاطفال وكده، وتنفع للكبار برضو لان هي فيها بتاع في ار متطور كده، فيها حاجات كتير بقى، وفيها هورر هاوس اللي هو بيت الرعب ده، وفيها حاجات كويسة يعني، وهنصورها لكم بقى ونشوفها مع بعض. هنا واحنا داخلين المكان اللي فيه الالعاب اللي في الميريلاند اللي في مصر الجديدة، وهي في المدخل بقى. أول ما بتدخل من الباب بتدخل ناحية الشمال كده، من عند الجراج ناحية الشمال فيها حتة نازلة لتحت، هي ده المكان بتاع الألعاب. وهنا كنا دخلنا المكان بتاع الألعاب اهو، في دي اللي هي العربيات المتصادمة بتاعت زمان اللي احنا عارفينها. المكان مقفول ودافع عشان الأطفال متبردش في الساعة اللي احنا فيها دي، وشوية لعب بقى أعمار مختلفة، لسن صغير وسن أكبر. وكملنا بقى جوه كمان. في ده المكان بتاع الفي ار، البوكس ده بتاع الفي ار بيخش جواه، وهنشوف حمزة وهو بيلعب جواه كمان شوية. وكل الحاجات اللي جنبها دي حاجات او اجهزة في ار، دي برضو جهاز في ار بس برضو بيبقى عامل تقريبا حاجة زي الصاروخ كده. ما بيلبسوا النضارة بتاعت الفي ار بيقعدوا في الجهاز ده بيتحرك بيهم، انهم بيطلعوا وينزلوا زي الصاروخ بس في واقع افتراضي يعني. وهنا ده حمزة وهو جوه البوكس بتاع الفي ار ده، جوه في زومبي بقى وحاجات كده، وهو بينقذ حد وبيقتل بقى في الزومبي وكده، وبيبقى كأنه جوه اللعبة نفسها او جوه المغامرة نفسها. حاجة حلوة متطورة، والولاد والكبار كله بيحب الحاجات دي دلوقتي يعني. وتقدر تبقى شايف الحاجة اللي بيلعبها ابنك عن طريق الشاشة اللي كانت ظاهرة دي، هو دلوقتي بيبقى شايف نفسه جوه اللعبة. وبرضه مش بيقدر يتحرك في حيز كبير، لأن سواء الجهاز اللي في ايده أو النضارة دي كلها مربوطة بأسلاك، فهو كده بيبقى شايف في نفسه جوه اللعبة، وهو كان مبسوط قوي بيها. وكان الأول قلقان شوية، بس بعد ما دخل وعجبته اللعبة وانبهر بيها بقت حلوة. وكنا قاعدين بنتفرج على اللي هو بيلعبه والخطوات اللي هو بيعملها جوه وكده في الشاشة دي، وبتبقى بتايم كلها في 8 دقايق أو 10 دقايق، وهو بتبقى مراحل وبيكمل وهو لو مات في أي مرحلة منهم أو خسر، أو اللي هو اللي المفروض الشخصية اللي بيحميها دي جرالها حاجة، خلاص بيخسر وبيطلع حتى لو الوقت ما كانش خلص. فهو بيقعد يحاول ويحاول كذا مرة وكده. لعبة حلوة ومشوقة، وممكن يخشها أكتر من فرد، يعني ممكن أنت وابنك وزوجتك أو كده تخشوا تلعبوا معاه، عشان برضو الطفل يبقى شايف إن انتوا بتشاركوا الحاجة اللي بتبسطه، دي حاجة هتخليه مبسوط أكتر. ولو ليه اخوات بقى كمان ممكن يدخلوا معاه في نفس اللعبة دي، لأن هي ممكن يدخل فيها كذا طفل. وده غير بقى طبعا لعب الفي ار التانية اللي موجودة هناك. وفي لو عندك أطفال أصغر من كده في السن، في بقى اللعب اللي هي بتاعت السن الأصغر اللي موجودة. وهنا كان قرب يخلص بقى ووصل ليفل 3، يعني عدى مرحلتين 3 من اللعبة، ودي حاجة كويسة. بس في الآخر هو الشخصية اللي هو بيلعب بيها ماتت، فخلاص كان كده خلص، رغم ان الوقت ما كانش لسه خلص. والفي ار ده بحوالي 75 جنيه، وانت بتبقى شاحن الكارت بقى، اقل حاجة بتدفع 100، وتمن الكارت 20 جنيه. دي اقل حاجة ممكن تشحن بيها، وبتبدأ بقى تلعب لحد ما يخلص الفلوس، ولو عايز تزود بقى بتزود. العربيات دي مثلا ب40 جنيه، وفي حاجات تانية ب60 جنيه. وفي الهورر هاوس ده انا عايز العبه معاه بقى المرة الجاية اما نروح. احنا المرة دي روحنا متأخر شوية، بس المرة الجاية نروح بدري شوية ونلعب بقى لعب اكتر. وهو عشان بيحب العربيات زي، فبيحب اما يلعب لعب العربيات دايما. وكان مبسوط، واهم حاجة ان ابنك يبقى مبسوط ويحس ان انت بتشارك معاه في اللعب وكده. المرة الجاية انا زي ما قلت لكم هخش معاه بيت الرعب ده،
وهلعب معاه كمان ممكن اللعبة اللي هي بتاعت VR اللي هو اللعبة بتاعت الزومبي دي. مش انا وهو دي بقى الفيديو جيمز العادية اللي احنا عارفينها. لعب منها لعبة مسدسات كده، هي دي اللي هو بيلعبها. وبعد كده لعب لعبة عربيات زي السيميوليتور كده، بيقعد على كرسي عربية وفيها فتيس ونقلات وكده، ويقدر يقدم الكرسي ويرجعه ويتحكم في العربية بقى وعلى حسب بقى هو شطارته في اللعبة. دي برضو كانت عاجباه عشان هو بيحب يلعب لعب العربيات دي دايما. هو هنا وهو بيلعب بقى دي ب30 جنيه، فهي كلها على حسب بقى تمن اللعبة. اللعب بتاعت VR غالية شوية، واللعب بقى الفيديو جيمز والعربيات العادية اللي هي المتصادمة دي أرخص شوية. بس كده أهم حاجة زي ما قلت لك إن طفلك أو ابنك يحس إن أنت بتشارك معاه الخروجة بتاعته أو الفسحة بتاعته، ويتبسط معاك وأنت تتبسط معاه وكده، وتقضوا اليوم سوا. بيبقى تغيير للعيلة نفسها وللطفل نفسه، بيفرح ويتبسط بالحاجات دي. وخلصنا بقى وخرجنا من المكان زي ما شفتوا كده يا جماعه. المكان اتفرجنا عليه وصورناه لكم. هو لعب VR ولعب لعبه عربيات فيديو جيم كده، ولعب كمان العربيات المتصادمه بتاعت زمان دي موجوده. في لعب كتير كمان موجوده تنفع للكبار والصغيرين. مكان حلو شكله كويس، وبعدين كمان مقفول عشان البرد ده، فعشان كده كمان في اكمل لكم بقى الشرح كمل انت قول. بتاع المكان. المربع ده مقفول وبتبقى شبه القفص كده، بتبقى انت جواه. ده VR ها؟ بتبقى واقف في حته معينه، والنضاره انت ما تقدرش تتحرك كتير. النضاره بتبقى واصله بسلك كده، والسلاح برضه نفس القصه، لو اتحركت النضاره تتشال. وتاني حاجه بس بتدخلك جوه اللعبه. ببقى جوه اللعبه. انت المفروض لما بتخش في اللعبه بتلاقي زومبي، ولازم تحمي واحده قدامك، هتبقى دكتوره كده، لازم تحميها، وزومبي هيهجم عليك كتير. تالت مرحله هتلاقوا في زومبي كبير كده. بس خلاص. عجبتك يعني اللعبه؟ اتبسطت النهارده في الخروجه؟ اتبسطتوا؟ ماشي. هنروح بقى نجيب له اكل دلوقتي ان احنا المره الجايه هنعمل لهم فيديو. هنعمل لكم فيديو جزء تاني هنكمل بقى. بس المره دي بابا كان مشغول، لكن المره الجايه هنخش احنا الثلاثه في اللعبه. المره دي رحنا متاخر شويه، بس كانت تجربه حلوه يعني. وكان يعني سريعه كده المره دي عشان نشوف المكان. المره الجايه الحاجات اللي ما لعبناش هنلعبها سوا يعني ونجربها. بقيه اللعب اللي ما اتلعبتش هنجربها ونلعبها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش برضو اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات. وشكرا لكم.